ازيكم؟ تعالوا النهارده نعمل حليب مكثف محلى للحلويات والعصاير، وبيبقى حلو جدا لو عملناه في البيت لان هو غالي جدا جدا بره. هنعمله بمكونين بس. فتعالوا نبص لي كده على القوام. تحفه. عايزه ربع كوبايه من لبن بودره، اي نوع انتوا بتستخدموه. عموما النيوزيلندي اللي هو السايب بيبقى حلو جدا. وربع كوبايه سكر بودره. تمام تمام. ونص كوباية مية مغلية من الكاتل كده، حطوها. وهناخدهم على الخلاط نضربهم كويس قوي. بس كده خلاص، احنا كده بقى عندنا لبن مكثف محلى سريع وسهل ومفيهوش اي مشكلة خالص. الربع كوباية طلعولي الكوباية دي. ماشي. انا عملت بيها عصير هنزله لكم، كان تحفة. ما بعملش كمية كبيرة علشان مش عارفة بيقعد قد ايه يعني كصلاحية، يعني ممكن يومين 3، مش عارفة مجربتش عشان ما افتيش. فعملت الكمية دي، يعني قصدي اعملوا كمية تكفي مثلا الحلويات او الحاجة اللي انتوا عايزينه ليها. انما هو حلو جدا في البيت، بينفع بجد ان هو بيبقى بيدي طعم حلو قوي للحاجات. وبس، ده كان فيديو النهاردة. باي باي.